لما عدى الحسن البصري على واحد لقاه مغموم قوي، قال له انت مغموم ليه؟ قال له زعلان ومتضايق وقرفان وبتاع. قال له طب اسالك سؤال، ممكن اسالك سؤال؟ قال له اه. قال له الرزق بتاعك مضمون ولا مش مضمون؟ قال له مضمون. والاجل مكتوب ولا مش مكتوب؟ قال له مكتوب. والبلاء كتب عليك قبل ذلك ولا ده لسه ممكن نحاول فيه؟ قال له لا مكتوب. قال له فعلى ما الهم والمزعل نفسك ليه؟ عشان كده الايمان بالقدر راحه، تلاقي الناس مستريحه. انا مش متصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يصحى يعدي على 9 بيوت ما يلاقيش فيهم اكل كلهم. انت متصور ان ده ممكن يحصل لك؟ يعني انا ممكن استقبلك في بيت، تخش بيتي كده تقعد معايا ما الاقيش اعمل لك كوبايه شاي؟ طب اقول لك ايه، طب بلاش بقى، انت تأدبت وما عملتليش حاجه ومشيت، انا اعمل ايه بعد ما انت ما تمشي؟ ما انا حاسس باكتئاب، مش كده؟ ده بيعدي عليه الصلاه والسلام على 9 ابيات ما يلاقيش حاجه حتى يقوم فيقول من يضيف اضياف رسول الله. طب حد يا جماعه ياكل الجماعه دول؟ اصل انا بصراحه ما فيش. ولا اكتئب، كان اشرح الناس صدرا عليه الصلاه والسلام. هو التوحيد كده، اذا دخل في القلب انفسح وانشرح. اذا دخل في القلب، نسال الله عز وجل ان يمتعنا بتوحيده.